اللي كان ساجد جنبي ما كانش بيقول أي حاجة في السجود غير اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وصوته كده فيه بكاء، ويكررها ويقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فما كنتش عارف ايه هو الحساب اليسير. فبعد ما انتهيت من الصلاة بصيت كده لقيته ماشي بسرعة. كنت عايز أسأله يعني ايه الحساب اليسير. فلما قعدت أدور وأنا رايح أجيب العيش ايه هو الحساب اليسير، لقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان بيصلي في البيت، والسيدة عائشة قاعدة. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فسألته السيدة عائشة وقالت له يا رسول الله وما الحساب اليسير يا رسول الله؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، يعني ربنا يعفو عنك ويغفر لك ويسامحك على كل الذنوب اللي عملتها. انت عارف يعني ايه ينظر في كتابه فيتجاوز عنه؟ اصلا عارف عكسها، ان ربنا لو نظر في حسابنا أنهلك، ولو سألنا في حسابنا أنهلك. قد ايه قد ايه لو ملك او وزير دعاك مش هتقدر تتأخر عليه، والمؤذن كل يوم بيأذن على حي على الصلاة وتتأخر عليه. ادعي دايما في صلاتك اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ادعي دايما وعلم غيرك يدعي بالدعاء ده اللهم حاسبني حسابا يسيرا. السلام عليكم.